كان براء ضئيل الجسم لدرجة إن عظمه كان باين وكأنه عنده نحافة، بس رغم كده هو قدر يهزم 100 من المشركين في مبارزة واحدة بس. الصراحة أنا لو قعدت أحاول أحكي بطولاته مش هخلص ولا هقدر أبدا أديله حقه، بس أنا هعرض عليك قصة واحدة ليه، وأعتقد إن أنت هتعرف تستنتج باقي القصص دي. بدأت القصة بعد وفاة النبي على طول، لما الناس كتير بدأوا يسيبوا دين الإسلام لأنهم ما كانش الدين في قلبهم، لدرجة إن أهل مكة والمدينة والطائف هم بس اللي كانوا من المسلمين، والباقي للأسف ما كانش الدين في قلبهم كويس، فطبعا ارتدوا عن الدين وكانوا بيتبعوا مسيلمة الكذاب. فراح المسلمين جهزوا 11 جيش عشان يدعوا للناس المرتدين دول إنهم يرجعوا لدينهم تاني، وفعلا انطلقت الجيوش دي في أماكن كتير ليدعوا الناس لدين الإسلام تاني، كأنهم لسه بيدعوا للإسلام من جديد. ساعتها كان أقوى المرتدين وهم قوم حنيفة اللي هم بتاع مسيلمة الكذاب. المشكلة ساعتها بقى إن كان منهم بيقولوا إن مسيلمة كذاب وإن محمد صادق، بس كانوا كلهم يقولوا أنا هقف جنب مسيلمة لأن هو من قومي، بمعنى أصح كانوا بينصروا قومهم وبيسيبوا الحق. للأسف بقى مسيلمة فعلا قدر يكسب المسلمين في أول معركة ليهم، بس المعركة التانية وهي معركة اليمامة في نجد اللي مات فيها الطفيل، لو كنتوا فاكرين كنت عملت فيديو عنه قبل كده، هسيبهولكوا برضو في الآخر لأن هو قصته جميلة أوي الصراحة. عموما نرجع لقصتنا. للأسف بقى في المعركة التانية دي كان مسيلمة غالب في الأول، بس طبعا المسلمين مستحيل يستسلموا بسهولة. طلع فيهم خالد بن الوليد وشجع الجيش ونظمه، وثابت بن قيس برضه شجع الجيش وساعد خالد بن الوليد، وناس كتير عملت حاجات علشان أو اللي هم قادة الجيش علشان يرجعوا تاني حماس المسلمين علشان يغلبوا كافة مسيلمة. بس مفيش حد قدر يعمل زي اللي عمله براء بن مالك أبدا، وهو ده أصلا بطل قصتنا. أصلا انت لو عرفت اللي عمله بجد هتصدم، لأن هو عمل شيء مجنون، عمل حاجة انتحارية. أكيد بقى انت هتسأل هو ايه اللي عمله بقى. أنا هحكي لك الموضوع. كان عمال يقاتل ويقتل مشركين كتير لحد ما بدأ جيش المسلمين يغلب جيش مسيلمة. فراح جيش مسيلمة يعمل ايه؟ راح اتحصن في مكان اسمه حديقة الموت، وهو مكان كده ليه جدران عالية حاجة شبه القلعة، وللعلم هم سموه حديقة الموت لأن ساعتها في المعركة دي في ناس كتير قوي ماتت فيه، فمن كتر الناس اللي ماتوا فيه سموها حديقة الموت. وكانوا بيرموا على المسلمين سهام من فوق الجدار العالي ده. فيروح براء يعمل ايه؟ يعمل بصراحة حاجة غير متوقعة بالمرة، وده يدل على شجاعته وجرأته وقدرته الانتحارية الغريبة. راح قال للمسلمين يا قوم ضعوني على الترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم قذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، إما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. يعني إيه بقى الكلام ده؟ إن هم يرموه بحاجة كده شبه المنزنيق، ولما يرموه قريب من باب الحديقة إما إن هو يدخل ويقتل اللي حواليه، ما هو يدخل هيلاقي أعداء، لو قتل الأعداء اللي حواليه وراح فتح الباب هو كده ساب للمسلمين فرصة إن هم يدخلوا الحصن ده، أو إنه يموت ويستشهد. وفعلا عملوا الخطة اللي هو عملها دي وراحوا رموه، وكمان جسمه كان ضئيل وخفيف، فده كمان ساعده إن هو يترمي بطريقة أحسن، لأن هو كان نحيل جدا وكان عنده حاجة شبه النحافة. راح نازل على جيش مسيلمة وقتل فيهم ودخل ما بينهم لحد ما فعلا قدر يفتح الباب. ساعتها المسلمين دخلوا كسبوا المعركة دي بسبب شجاعة وجرأة البراء بن مالك. ساعتها كان البراء عنده كمية جروح مهولة، لدرجة ان في ناس بتقول ان هي كانت اكتر من 80 جرح في جسمه. فراح خالد بن الوليد واخده بعيد عن المعركة عشان يحاول ان هو ده مش هيقدر ان هو يقاتل تاني، ده كفاية اللي فيه. والحمد لله شفي من جروحه، وكان حلمه بعد المعركة دي إن هو يستشهد في معركة تانية، وفضل يحلم بحلم الشهادة لحد ما جه يوم فتح تستر. تستر دي هي مكان أو مدينة عظيمة ببوخارستان اليوم، هي مدينة عظيمة من بلاد الفرس بالأخص. ساعتها في المعركة دي كان الفرس محصنين في قلعة، وكان المسلمين محصرينهم من حوالين القلعة. فلما الفرس زهقوا من الحصار اللي عاملين المسلمين عليهم راحوا عملوا حاجة بشعة جدا. راحوا نزلوا سلاسل من حديد فيها حاجات شبه الخطاف من تحت كده من فولاذ، وكانوا حاطينها في النار، فكانت حرارتها كبيرة جدا كأنها من جمر. وكانوا حاجة كده زي اللي هم بيصطادوا سمك،
كأنهم بيصطادوا المسلمين. وطبعا عشان هي حرتها كبيرة جدا كان المسلمين يعني من سخونيتها يا إما يموتوا لا إما يطلعوا لهم شبه أموات. فواحدة من الخطافات دي مسكت في أنس بن مالك اللي هو للعلم أخو براء بن مالك. أنا برضو كنت عاملة عنه فيديو، برضو شوفوه لأنه برضو قصته جميلة جدا، هسيبهولكوا في آخر الفيديو يعني. عموما نرجع لقصتنا. فراح البراء مسك أخوه وحاول إن هو يفكه من حاجة شبه الخطاف دي لحد ما فعلا قدر يفكه. بس ساعتها كانت إيد البراء اتحولت حرفيا لعظم، ما بقاش فيها لحمة خالص، لأنها الخطاف ده حاجة كده زي يعني حاجة زي نار، ايه هي أسوأ من النار كمان. وساعتها استشهد البراء ده في المعركة دي. فبارك الله في براء ابن مالك، فهو كان من أشجع الناس فعلا، يعني إن هو يعمل يرموه دي حاجة خرافية يعني. وهسيب لكم الفيديوهين بتاع الطفيل والفيديو بتاع أنس بن مالك، لأن بجد القصتين أحلى من بعض، فشوفوهم بجد. وبس كده خلصت الحدوتة.